انا كده حطيت البصل ومعاه معلقة ونص ملح كبيرة، ومعاه معلقتين خل عشان خاطر افرمه. ماشي. معانا بقى معلقة توم باودر كبيرة كده، وهنجيب معلقة بصل باودر كده، وده زعتر ناشف اهو، وانا حطيت هنا جنزبيل. ماشي. دي كزبرة بقى مطحونة، ودي شطة، وده كمون اسود، فلفل اسود. استنى، احنا كده بقى حطينا فلفل اسود وكمون وشطة وملح وزعتر وجنزبيل وتوم باودر وبس. بقى هننقع الفراخ بمية وخل، معلقتين خل كبار كده او 3 وليمونتين، ونسيبهم كده نص ساعة في قلب المية. شفتي نسيت احط ايه؟ ايه؟ اقسم بالله ورق لوري. ايه بيتفرم؟ كل دي فضايح هننزلها في الفيديو. يلا يلا يا حلوه. اصبري بقى عشان احنا كده نسينا كل حاجه. فرمت بقى ورق اللوري بقى، ايوه، عشان خاطر ايه احنا نسينا نعمله. هنقلبه بقى كده. فرمته على قد ما اقدر يعني. مش باين قوي في الكاميرا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ عشان لو ما عرفتش اسجل الفيديو اقول لكم احنا نايلنا ايه في الفيديو دوت. بس بتضحك، هي زلاني اول حاجه مش عايزه اتصور في الفيديو، وبتقول لي يا ماما ما حدش ادفع كام يا بنتي، وريهم البتاع خش. بتقول لي ما حدش يا ماما كده كده يعمل لك لايك ولا يشترك لك ولا هيعبرك ولا يخش لك. اكسفوها بقى واعملوا لي لايكات كتير، واسمها ايه يا ايه، وادوني لف على راي طنطكم منى يا عيال. لف دي مش هنا على فيسبوك. انا عارفه بقى، يعني هي عشان عندها فيسبوك. المهم سيبينا بقى، احنا دلوقتي جايبين الفرخه دي، الحمد لله ربنا قدرنا وشالنا فرخه. هنجيب بقى كده توابل كده بين هي العظم بقى كده. هي كان انا كنت بعمل صينيه رز معمر فوق حلوه، فهي قالت ايه فين السكينه؟ انا عايزك السكينه ماما، انا عماله كل ما تتكلمي انسى حاجه. انا مالي كنت معاكي احنا لازم بقى ايه نعملها حتت كده. ايوه، بحيث نعذب الفرخه يوم يعني عشان تبقى ايه. اهم حاجه الراجل ده ذبح لك الفرخه قدامك. والله ذبح حلال دلوقتي. بنزورها ولا ذبح حلال. ماشي، ربنا يستر عليه. بنعمل ايه بقى بين الفتحات كده. ايوه والتتبيله كده. ايوه. ايه يا ماما في ايه؟ ايوه كده عشان ما نروحش النار، ايديكي باينه. ده باينه فين يعني؟ بنت ايه دي استاذه في المشويات واستاذه في الحلويات يا ولد. نخش على القطعه التانية. ايوه والله بتحايل عليها عشان تصور لكم الفيديو ده. مش هصور تاني. ليه؟ المهم يا رب والنبي الفيديو ده يضرب معانا يا عيال، عشان ايه ترضى هرفص والنبي. يعني خلاص لو مش هنصور احنا مش هنعمل يعني. ايه يا اختي؟ ماشي. المهم كده نقوم عاملين كده. ايوه، وفي العظم اهم حاجه العظم كده. ايوه عشان هناكلها بعظمها. ودوقوها بقى وادعوا لها. والله وادعوا لها والله. يعني احلى فراخ تاكلوها في حياتكم. استاذه في المشويات والحلويات يا ولاد، في كل حاجه. الله اكبر، بنتي دي بسم الله ما شاء الله. يلا مين يشهد للعروسه بقى. اهم حاجه نحط في العظم عشان هناكلها بعظمها يا لينا. هي الفرخه جرادها هي لينا. ايوه وحتى الجناح. انا فتحت فتحه فيه كده عشان خاطر. هي الفراخ جميله يا عيال، هي باينه زرقاء اللي هي ايه في الكاميرا، ده حمراء، هي حمراء. لا لما اهي تحسيها موف. لا ده عشان خاطر كاميرا الخل. ايوه احنا بنعمل كده عشان ايه التتبيله تخش والسوا كمان كويس وتستوي كويس. وتعوري ايدك يا ام. ربنا يستر. ايوه هنوريهم القطعه دي وكفايه عليهم. عجينه البصل دي بقى تحفه. هي بقى انا ما كنتش فاضيه وقلت لها ايه والنبي يا ايه صوري لي الفيديو ده يا ايه. قالت لي ماشي ياما من عينيا. داخل بقى وقلت ايه ومناخير اللوز ما زعلهاش. ده الزر ده نعمله كده ايه برضه مش هنرمي حاجه. احنا لو قلنا نشوي ريش هنشوي الريش. المهم كده بقى هتسيبيها قد ايه في التتبيله دي بقى. وده الصدر. ايوه بسم الله ما شاء الله. ده البانيه اللي بيتباع ب 200 وكام 35. لا بقى 179 النهارده يا ولاد. الحمد لله. بس بقى كده. ايوه خلاص بقى هتسيبيها قد ايه عشان الفيديو هيطول مننا. لا سيبيها على قد ما تقدري بقى ساعتين كده ولا حاجه. ونرجع لهم في الشوي بقى. طيب طيب
كده بقى يا عيالي، احنا بقى البصل اللي باقي ده طبعا مش هنرميه، هنحطه كله. عمال تقول لكم بس دوقوا التتبيله والحاجات بتاعتها دي، هتدعوا لها هتدعوا لها. سرقاها من بتاع فراخ يا بت ولا ايه كان بيشوي؟ لا بصي يا ماما، الحمد لله في حاجه كده، اول ما بجيب مثلا اي اكله من بره بقعد افصصها كده، لما أحاول توصل أوصل لدرجه الطعم بتاعها اصلا معمول من ايه. وبتبقى اشطر كمان من اللي بره، بتجودي يعني يعني. بدوق طعمها ايه، دي داخل لها بصل، دي داخل لها مش عارفه ايه، فاهمه. فبتحطي فاستشف بقى طعمها ده، واقوم مجربها مره على مره لحد ما احاول اوصل عامله للطعم. دكتوره ولابسه جوان. لا عشان بس ضوافري ما بتسودش من البصل ده. ايوه بنات اللي هي مشخلعات اللي بتربي ضوافرها. وبعدين بقى ايه، ايوه هنغطيها بكيس اه ونحطها في التلاجة كده. شايفين الحلاوه؟ عشان دي الحال بقى بقاش عندنا استرتشات، هنعمل بكيس ابيض نضيف. يلا شغلي مخك يعني، تكتميها بقى عشان ايه؟ تشرب من الخلطه صح. حطها في التلاجة بقى. حطها بقى ممكن في بقى يعني يا بنتي هاتي انا عشان يشوفوها. اتكلمي انت. ممكن بقى تعمليها كده وتركنيها مثلا تشويها الصبح، يعني تعمليها مثلا تتبيله بالليل. أيوة. بس خلي بالك بقى ما تحدقيش التتبيله قوي عشان تعملي حساب ان انت هتسيبيها، عشان كل ما بتقعد بتحدق. يعني لو واحده موظفه ولا واحده مش فاضيه ممكن تعملها يوم دلوقتي، الاجازه مثلا وتيجي الصبح او في رمضان مثلا يحضروها من الصبح على الشويه على طول. ماشي. بس نعينها بقى الجو حرر في التلاجة. بس كده. وريها لهم كده في وسط المطبخ. حطها لهم يا بنتي في وسط المطبخ اهي. ايوه كده اهو. نرجع لكم بقى واحنا بنشوي. ده شكلها اهو بعد ما خلصناها، حطيتها في الفرن لحد ما خلصت سوا عادي على الشوايه. ده شكلها اهو مستويه وحلوه. بعد ما طلعتها من التلاجة حطيتها بقى في الفرن كده في صينيه، وفتحت عليها الشوايه. اول ما تستوي بتطلعيها بس كده.